خلاص الناس بيقولوا له انور خلصنا منه احنا مش عايزينه. ده قعد سنه ما بيلعبش يا انور. فالكابتن بيقول لك ده جاهز يا جماعه، الكابتن جمال عبد الحميد جاهز، وممكن لو انتوا جهزتوه اكتر مع الفرقه هيديكوا اكتر. قالوا له لا خلصنا منه احنا مش عايزينه، احنا مركزين في افريقيا والناس اللي معانا. قبل ما يخلص الكلام كنت انا مشيت، انور كابتن انور طلع ما لقانيش، عرضني على الاسماعيلي رفضه. هو كابتن انور نفسه اتصل بيا قال لي انت مشيت ليه؟ قلت له انا سمعت كلامك كابتن. قال لي انا هوديك نادي. عرضني على الاسماعيلي رفضه، عرضني على الترسانه رفضه، عرضني على المصري رفضه. المصري قال له ايه كابتن السيد متولي الله يرحمه، قال له اخد واحد رمال الاهلي، ده جمهور المصري يقطعني، جمهور بورسعيد يقطعني. فكان زميلي بقى الكابتن حمامه، وكان في الحاج سيد حمزه، قالوا لي انت عايز تلعب كوره يا عم تعال عندنا الزمالك. قلت لهم الزمالك اذا كان الانديه الصغيره، طبعا انا بقول عليهم صغيره لان الزمالك والاهلي اكبر انديه في مصر. الانديه الصغيره رفضتني. قالوا لا بس تعالى كابتن برجيله انا هنكلمك. الحاج سيد حمزه كلم كابتن برجيله. كان الحاج سيد حمزه كابتن احمد رفعت كابتن احمد رفعت وحمامه. كابتن احمد رفعت كان مدير كوره. وحمامه كان لعيب في نادي الزمالك في الوقت ده. وكلموهم كابتن سيد حمزه وحمامه، راحوا كلموا كابتن برجيله وكابتن احمد رفعت، قالوا هاتوه لو كويس هناخده لو مش كويس مش هناخده. دي كانت بدايه الانتقال الى نادي الزمالك كابتن جمال عبد الحميد. خلينا نروح لفاصل. انت مكان عماد متعب بتعمل ايه؟ اروح الزمالك. تروح الزمالك؟ والله شايف انه يقدر يدي تاني عماد متعب؟ الهداف زي حارس المرمى. حارس المرمى مسؤول عن مرمى، فممكن يلعب زي ما هو عايز لانه مسؤول عن المرمى اللي كان. الهداف مسؤول ان هو يترجم ال10 لعيبه بهدف. فعماد متعب بيعمل كده، عماد متعب بدماغه برجله 6 ياردات اخطر لعيب في مصر. فانا من رايي عماد متعب لو ما لقاش فرصته في نادي الزمالك، نادي الاهلي السنه دي يبطل في نادي الاهلي السنه دي، يبطل في نادي الزمالك. ليه؟ هداف كبير ما ينفعش يخرج بالطريقه دي. هو لو قلنا انت طبعا لعبت مع عماد متعب ولا ما لحقتوش؟ انا كنت مشرف عليه وهو حلو. في منتخب الشباب. ممتاز. ايه رايك في لا لعيب هايل وتحركاته موهوب. طب وايه رايك لما بينزل ثلث ساعه بيكسر الدنيا؟ يلعب نص ساعه. الخطيب كان اخر ايامه بيلعب نص ساعه ويجيب كل جوال يجيب. فانا بقول لعماد متعب لو الاهلي ما ادكش فرصه، انا بقول لك بكل احترام انا هبطل في نادي الزمالك. احمد حسن بطل في نادي الزمالك، حسام حسن بطل في نادي الزمالك. انا العب شريف اكرامي بره ليه؟ طب ما العبه جوه علشان لو الماتش خلص. خلي بالك كابتن، هو مشكله عصام انا كحارس مرمى ممكن اتكلم فيها شويه، تحت امرك، ان عصام واقع قوي في الدوري. يعني الحقيقه مستواه في الدوري وحش. خلينا مش هجمل بقى. وشريف عالي قوي والشناوي عالي قوي. فانا كنت شايف الحقيقه ان المنطقي ان شريف او الشناوي يلعب الحقيقه. يعني حلو يعني ما انا عصام البطوله الافريقيه كانت في شهر يناير، انت في شهر 6 هتلعب على 5 شهور فاتوا. صعبه شويه. انا معاك 1000%. حتى عمرو مرعي واحمد جمعه والولاد كويسين بس محتاجين ده اللي انا اعترضت عليه يا كابتن جمال. لازم ماتش ودي او ماتشين وديين. حلو جدا. نعم. عبد الحميد طلعت فوق بقى خطيب ومصطفى عبده. كان مختار جه ولا كان لسه اول يوم؟ كله كان موجود. مختار 74 كلهم. مختار محمد جمعه، عبد العظيم وطاهر الشيخ، محسن صالح، شطه، طاهر الشيخ، كرامي، ثابت، حسن حمدي، مصطفى يونس، احمد عباقي، فتحي مبروك، مدحت رمضان، حمدي جمعه. انا قلت اسمه حازم خالد. طبعا حازم خالد. يا رب ما نكون ناسيين اسماء ان شاء الله. يزعلوا جدا مننا. المهم طلعت فوق. انا ما طلعتش بقى فوق، انا ما كنت وانا بجري في 18 سنه مع كابتن عوضين. كان ساعات الفريق الاول يتمرن قبلينا طبعا. فكابتن مستر الزجوت كان بيقول لي بعض النجوم معاه لفوا الملعب 4 لفات واطلعوا. فكنت انا اجري جنبيهم واحتك بيهم علشان اروح الحته بقى اتمنظر. حد يحتك بالخطيب، حد يحتك بكرامي. فانا بقيت داخل الاوضه بصراحه يعني مش مصدق. بس هم حنينين قوي. صحيح. يعني استقبلوني استقبال كويس جدا. اول سفريه كانت الصومال، لقيت الكابتن فؤاد شعبان قال لي تروح الترز اللي في البلد، في وسط البلد دوت، فصل بدلتين وخد كان في ماتش دوري. قال لي خد ال4 تذاكر دول عشان تفرقهم على اي حد عايز. كان ودي 4 تذاكر كده. وخد اللبس دوت، شنطه بقى مليانه لبس زي ما انت عايز. ربنا بقى. وجزمه بقى اللي هي مش عايز اقول الماركه بس الجزمه الجامده جدا. انا كنا بنلعب بجزم مصري يعني. لقيت نفسي فجاه واحده اتخيرت. المهم وهسافر الصومال. سنه كام يا شيخ؟ كان 77. انا رحت النادي الاهلي يناير 76.
كانت الدنيا بتمطر اول يوم دخلت. الشيخ صلاح قال لي خير انت هتلعب في النادي يا سلام. قلت له خير. قال لي طالما انت بتمطر اعرف ان المهم. رحت كابتن شوبير اول سفريه الصومال، ما لعبتش، خدوني الصومال. كان مرصد الصومالي؟ مرصد الصومالي. تخيل يا كابتن شوبير في نجوم كبار وهو سفر 20 واحد انا منهم. يا نهار بقيت مش مصدق يعني. المهم رحت سافرت معاهم الصومال. طبعا الحته مش مصدقه الحقيقه. راكب طياره يا باشا. فجم بقى بتاكسيات وموتوسيكلات يوصلوك وصلوا المطار. واحنا كنا زمان يا كابتن احمد كان بيطلع بامر وزاري. قرار وزاري. ما كانش في جوازات، كان الصور وقرار وزاري. كان جواز مجمع. فكان الجمع بره. فاحنا جايين كلنا بالزفه دي وانا نازل بالتاكسي. فمصطفى عبده قال لي ايه يا ابني فين العروسه؟ ايه ده؟ قلت له يا كابتن اصل فرحانين. قال لي يا ابني انت بكره هتبقى نجم النجوم. مش للدرجه دي. بقى 15 تاكس و15 موتوسيكل جايين ورايا اللي بيوصلوني. حته شعبيه بقى بيحبوا الموت. المهم رحت الصومال ورجعنا، ركبت الطياره ورجعنا اول مره في حياتي. لما رجعنا بقى لعبنا اول مباراه ليا السكه الحديد. دوري عام بقى. دوري عام. كان الخطيب كان ايديه مكسوره. فكانوا كابتن احمد بيشيلوا كرس تحت الميه يقطعوه ويربطوا له ببنداج ينزل يلعب عيني.